السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم بقناتي، لا تنسون اللايك والاشتراك ويلا نبدأ الفيديو. دخلت معكم كذا، خشيت على الجامد على طول مع المنظف الخرافي الجميل اللي هو اسمه سماك أو زماك. أنا كنت أستخدم اللي هو جيف، لكن سمعت عليه مدح فقلت أجربه. صراحة نظف لي كويس. حاليا الفرن كان شوي دبق، اللي هو يعني بقايا الأكل كذا، فمسحته أموره تمام. لكن مسحته جربت يعني مرة ثانية، كان طاشت عليه قهوة، ويعني طبخت على العين وكانت طاشت قهوة. أنا نشفتها كذا بسيط يعني، بس كان لسه باقي يعني، ما مسحت، نشفت بس الرطوبة وطبخت وكذا. وتدرون يتيبس وطلع شوي بقايا أكل أو أنا أغرف وكذا، وتركته يعني ظل وقت، أو خلينا نقول نمت وقمت ونظفت. وصراحة نظف لي مرة 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 بسهولة يعني، بدون فرق، بس الرشة نخليه شوية ونمسحه وانتهى الكلام. يعني ما ياخذ وقت، ما ياخذ جهد، ما يعكر حتى المزاج في التنظيف يعني. اوكي، فان شاء الله ان شاء الله انه بيكون مفيد ويسهل علي التنظيف برمضان ان شاء الله. حسيته افضل من جف بكثير. هنا حبيت اوريكم قهوتي الخرافية، وبنفس الوقت أنصحكم فيها. أنا من زمان طبعا أشربها يعني، خلينا نقول من سنين، ممكن أغير، لكن هذه يعني تقريبا خلينا نقول النوع المفضل عندي حاليا. اللي هو اسمها قهوة الأفندي. تيجي ممكن ناخذها كذا بروحها، العلبة بروحها. طبعا هنا لما فتحتها لازم أشمها، أستمتع بريحة القهوة سواء مطبوخة أو مش مطبوخة. هي جنان يعني، هي تحسون توديكم العالم ثاني. فالعلبة هذه ممكن تجي ناخذها بروحها، وممكن ناخذها كذا بوكس يجي معها اللي هو الركوة. أنا حبيت إنه أخذ البوكس. ليش؟ لأن أنا عندي طبعًا ركوة كذا، أنا كنت ماخذته بوكس قبل وعندي ركوة مثل هذه، بس حاليًا لأن صايرة منقسمة على مكانين، فمخلية واحدة هناك وواحدة هنا. أنا هنا كنت أستخدم الهندية اللي هي الذهبية، فلمن شفتها نازلة يعني كذا بالعرض رحت خدتها. طبعًا السعر مو عرض، أنا قصدي عرض إنه جاي بوكس، لأنه مو كل مرة تحصلون البوكس. طبعًا هي على الأغلب أغلب المحلات يجيبها لكم، اللي هو يجيب العلبة لوحدها بس تنباع. عاد كل مكان لهم سعر صراحةً. هنا أوريكم بس النار خفيفة، وزنيتي في القهوة على الكوب، اللي المقدار الكوب اللي أنا بسوي فيه، واللي هو ملعقتين، الملعقة مو من كبرها. أوكي، المهم خلونا بالقهوة. يمديكم تاخذونها بروحها، ويمديكم تاخذونها البوكس. البوكس ما يجي على طول ترى على فكرة، فأنا قلت باخذ بوكس. ليش؟ عشان أخذ الركوة بدل اللي هناك. هنا دخلنا بعد في الأجمد منه. على العجين حطيت الخميرة والماء والسكر في العجان، خليتهم كذا يختمرون. وهنا الملعقة اللي بالكاس فيها اللي هو موية عادية، بس لأني الملعقة خلطت فيها وحطيتها بالماء فصار كأني ضايفة عليه شيء، وهو ماي بروحه ما ضفت معه شيء. هنا الطحين أقول لكم تقريبا 4 أكواب، والزيت فلفل كوب، وهنا الملح وخلاصنا. لكن هذه الأشياء الثانية هذه إضافات اللي يحب يضيفها، اللي هو عشان عجينة البيتزا. اللي هو بودرة الثوم والحبة السوداء واللي هو الأوريغانو. كذا اللي هي إضافات، اللي يحب يضيفها، اللي ما يحب، اللي ما عنده عادي، مو مشكلة، مو لازم، مو ضروري، هي مو أساسية في العجين، لكن هي منكهات. وعشان كذا نروح اللي هو البيتزا الإيطالية. أوكي، هنا أضفت الله يهديني الطحين. المفروض إني إيش أضيف اللي هو الزيت قبل. أنا صراحة نسيت شوي، فهيت لأني ما صبيته بالكاس، فاضطريت إني أصب الموية قبل، بعدين أصب اللي هو الزيت. لأني كنت عبيت اللي هو الموية اللي هو كان كوب ونص. حطيت كوب في البداية مع الخميرة، النص المفروض أضيفه بعدين. المفروض ضفت اللي هو الزيت وأضيفه على هذا يعني الخميرة، ثم والطحين أعجن، ثم أضيف الموية بالتدريج عشان هذا. بس الحمد لله أضبطت، على أن الزيت كان آخر شيء، بس الحمد لله أضبطت أمورها تمام. إن شاء الله أكتب لكم مقاديرها في الوصف. هنا اتجهت سمعت اللي هو معلومة أن احنا المفروض ما نغسل الجراثيم حقتها وكذا اللي يطلعها على الحوض.
توسخ المكان وكذا وميكروبات وما أدري إيش ألم فقلت خلاص سويت خلطة النقع وعلى طول شلت الدجاج على طول حطيته بخلطة النقع عشان ما يوسخ لي إيش المكان. عقب خلطة النقع غسلته بالموية. المهم جهزت الخضار شفتوها حق اللي هو كنت أبغى أسوي صوص البيتزا. بس القدر الثاني هنا اللي حمست فيه البصل وفلفل مع الزيت أبى أسويه به الدجاج وكأنها صالونة منشفة، بس حمست حطيت الدجاج بهرت. بعدين حطيت اللي هو خضار، ما كان عندي خضار، ما كان فيه إلا بطاطس، كان فيه جزر بس مخشوش شوية فما انتبهت له بالثلاجة لأن الله يهديني مقلفتها بكيس فما انتبهت صراحة، فما حطيت اللي هو البطاطس. هنا انتقلت أو خلينا نقول نركز على صوص البيتزا. حطيت اللي هو البصل والفلفل الأخضر حمسته بقطعة زبدة، ثم حطيت شوية زيت خفت إنه شوي يحترق، حمست. بعدين اللي هو نزلت الطماطم الجاهزة كذا معلبة، ممكن طبعا نجيب الطماطم الطازجة ونسلقها ثم ونهرسها ونحطها عليه. بعدين حطيت اللي هو هنا الكاتشب وقبلها اللي هو البهارات. حطيت اللي هو راجعتها لكم طبعا لا أغلط. حطيت اللي هو الملح وفلفل، الفلفل إضافة من عندي، مو الوصفة الأصفية، بس أنا لازم فلفل في كل شيء. واللي هو الأوريجانو والبابريكا، ملح فلفل أوريجانو بابريكا واللي هو ثوم باودر. بعدين اللي هو هذا آخر شيء كان اللي هو السكر. وبالنسبة للصلصة حطيت كاتشب وصلصة طماطم وخلطها كويس، وممكن نضربها عشان تصير ناعمة أكثر، وممكن نشخلها بعد يعني عشان نصفيها عشان تصير ناعمة أكثر. بس أنا صراحة كنت شوي كسلانة يعني إني اشتغلت كثير فما صفيتها ولا ضربتها على ما هي عليه، وطلعت ألذ من اللذيذة صراحة. هنا طبق الرز، سلقت رز، شفتوا القدر الثالث اللي أنا ما فتحته كان اللي هو حق الرز، كان مجرد موية وزيت سلقت فيه الرز. حطيت الرز، حطيت طبخة اللي هو الصالونة منشفة اللي هو دجاج وبطاطس منشف، يعني ما يكون فيه مروق كثير. على انه زاد شوي المروق وحطيته، استخسرت اني اكبه فحطيته. وحطيت اللي هو فوقه صلصة البشاميل اللي هي كانت إيش جبن سايل وقشطة ومايونيز، بس خلطتهم كذا على بعضهم، حطيتهم حمرتها بالفرن وكان ألذ غدا. هنا البيتزا أنا طبخت صراحة في نفس الوقت، لكن البيتزا يعتبر عن عشاء فينقال عني طبخت الغدا والعشاء بنفس الوقت. كنت مرة كسولة ذاك اليوم، فمرة ضغطت على نفسي عشان أسوي ترى شوية هالأكل. ما أدري شنو بنسوي برمضان صراحة. هنا أخذت العجين، حطيت لي شوية طحين، فردته ضبطته بالصواني. الأفضل إن احنا نسوي كذا الصواني مع بعض، ليش؟ منها إنه ننجز، منها إنه عشان شوي زي اللي كأنها تتخمر نخليها شوي ترتاح. هنا زينتها بالصوص اللي أنا سويته من إيديني الحلوة وكان طعمه مرة لذيذ. حطيت اللي هو الخضار والجبنة والزيتونة. هنا بنتي قالت لي أبغاها باربيكيو ما أدري إيش وكذا، وأنا كان عندي صوص باربيكيو. قلت شو أصب، أنا صراحة ولا مرة سويتها فكانت هذه أول تجربة. المفروض إني أرجع للنت أشوف شلون يسوون بيتزا الباربيكيو. لا أنا يعني صراحة قلت لكم ذاك اليوم كنت شوي كسولة، فحطيت كذا من راسي قلت خلاص أرش رشة. وليش حطيتها بالكاس؟ لأن العلبة كانت كبيرة، لو أجي أصب فيها يعني بينكب كثير. هنا لما نجهز الغداء قلت أصور لكم. وطبعا من الكسل وكذا ما جبت صحون، كان ما عندي اللي هو البلاستيك مخلصين، قلت ما أبي صحون غسيل، فأخذنا بس ملاعق بلاستيك وانتهينا. هنا البيتزا أخذت تقريبا، هي المفروض 20 دقيقة بس أنا فرني هاليوم أنا أشوفها يعني ها كنا ملجلج، فتقريبا كملت نص ساعة بالفرن، 20 دقيقة من تحت 10 دقايق من فوق. وهنا اللي هو طبعا البيتزا ذي كلناها، الأول واحدة خلاص شلناها كلناها. هنا الثنتين لما سويتهم غطيتهم خليتهم يهدون بعدين صورتهم. قلت أوريكم إيش كيف طريقة العجين اللي هو منفوخ وحلو، وكانت مرة خفيفة صراحة. وشوفوا الفراغات اللي استوت بالعجين مرة خرافية، أنصحكم بهالعجين. هنا هذه العجينة الثانية اللي هي حقت الباربيكيو، صراحة ما يعني على قولتهم ما عجبتني مرة، لكن الحمد لله أنه أكلت، يعني طعمها حلو والجبنة حلوة وكذا. وهذا مو من الإحراق، هذا من
اللي هو لونه الصوص، بس هذه رقيتها خليتها شوي رقيقة خفيفة. قلت عشان صراحةً بتكون تجربة، فقلت ما أبي ألعب بالعجين، والّا هو المفروض أنا أسوي صراحةً يعني بس ثنتين بيتزا، أو إني يعني اللي يزيد شوي من العجين أسويه بحاجة ثانية، كنت ناوية أسويه بزعتر، عشان كذا اللي هو عملت العجين الثاني، لو لاحظتوا كان في عجين ثاني، سويت فيه اللي هو فطاير زعتر وسبانخ. طبعًا قلّبته خليته حق اليوم الثاني لأن صارت كمية كثير. فإلى هنا وصلنا لآخر الفيديو، أتمنى تكون فيديوتي عجبتكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وسلام.